السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم. تعال خدكم معايا جولة سريعة كده في مقام سيدنا الحسين. كنت هناك في جامع الأزهر، ولقيت نفسي جنب سيدنا الحسين، وأذان العصر وجب، فقلت أصلي العصر في سيدنا الحسين، وافتكر أيام زمان، أيام ما كنت بروح مع ستي الله يرحمها. كنت بروح معاها أماكن حلوة كتير زي دي. مقام سيدنا الحسين اختلف كتير عن الأول، بقى بوابات. طبعا ده المكان، المقام نفسه. الصلاة بقى ليه بوابات، تقريبا بوابة 9 دي للوضوء، وبوابة 10 دي للصلاة للسيدات. أعتقد إنه بوابة المقام هي بوابة رقم 2، على ما أفتكر. بس بصراحة أول ما دخلت كده، بسم الله ما شاء الله، روحانيات حلوة، مكان جميل، طاقة إيجابية جميلة. أنت واقف، كل اللي عليك إنك بتصلي على النبي وبتسمي الله، وأنت داخل كده مش قادر تمسك نفسك عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وعن الصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الجمال؟ شايفين الروحانيات؟ حاسينها؟ تحفة. مهما كلمتكم عنها، بجد بجد مش هعرف اوصل لكم احساسي لما افتكرت ايام الجميلة اللي كنت وانا طفلة بروح المقام مع ستي الله يرحمها، رحمة الله عليها. لا بجد حاجة حلوة قوي، والمقام شكله اختلف وبقت روحانيته عالية، وبقى جميل جدا جدا. طبعا الفاصل ده للمكان اللي بيزور منه الرجال، المقام. هما تقريبا عاملين فاصل كده. ما كنتش لسه يا دوبك لاحق، يعني دخلت على طول وقالوا لنا يلا عشان الصلاة وجبت، فطبعا خرجت تاني. فكان نفسي بصراحة أصور آه الحمام. الحمام هناك كأنك بالظبط في الحرم، حمام الحرم. شايفين الجمال؟ بكميات وأعداد كبيرة جدا، تحب تقف تتفرج عليها. سبحان الله، المكان ده روعة بكل ما فيه. حتى الطير الجميل ده اللي يسكن هذا المكان الرائع، بجد مش عارفة أتكلم أو أعبر بكلمات، بس يكفي إحساسي وقتها. عايز تتبسط، عايزة تتبسطي، روحي مقام سيدنا الحسين، صلي هناك صلاة العصر. شايفين الحمام بأعداد كبيرة جدا. وخرجت بقى تجولت كده في الشارع، بحب أشوف الناس الشقيانة اللي مكتوب على جبينها باكل لقمتي بالحلال. طبعا شفت حب العزيز والترمس والحاجات الحلوة ديت اللي كنا زمان بناكلها. اتبسطت جدا في اليوم ده، وكنت مع زوجي. شايفين الحمام؟ كميات رهيبة من الحمام. حلوة قوي. اتبسطت معاكم، يا رب انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا معايا في جولتي السريعة دي. بحب قوي هتلاقوني بصور الناس اللي زي ما قلت لكم الطيبين، الناس اللي تحس ان هم دول الناس اللي بجد تقول عليهم المصريين، الشقيانين التعبانين اللي بياكلوا لقمتهم بالحلال، والفخار وشغل الفخار الجميل. طبعا انا ما بكتبش سكريبت لكل الكلام ده، انا بقوله من قلبي، في ريت يوصل لقلوبكم. اشكركم والقاكم على خير ان شاء الله في جولة جديدة، وفي فسحة جديدة، وتمشية جديدة، وكلام من القلب جديد. انتظروني. مع السلامة.